المتحف التراثي في بناية قشلة كركوك افتتح اليوم بعد أكثر من 10 سنوات على إتمامه، والذي يشمل تماثيل لأصحاب الحرف الشعبية في كركوك في مختلف المجالات. حنطلة أيام الدوام وأوقات الدوام أمام كل المواطنين من أهالي مدينة كركوك بشكل خاص، وأمام مواطنينا من المحافظات العراقية الأخرى بشكل عام، وحتى أمام الزائرين من الخارج للتعرف على الفلكلور الخاص بهذه المدينة والتراث الشعبي الخاص بهذه المدينة. صراحة احنا كل هذه الفترة كانت هناك ترتيبات وأمور تعديلات على المتحف الفلكلوري. المتحف أنشئ في عام 2012 من ذاك الفترة من قبل محافظة كركوك، ولكن افتتح الآن بشكل رسمي وسوف تكون أبوابه مفتوحة أمام كل المواطنين. المتحف يحتوي على مجموعة من الأجنحة الفولكلورية للأعمال التراثية، وكذلك للشخصيات التراثية والحضارية التي عاشت في هذه المدينة. يكون أبواب هذه المتحف مفتوحة في الأيام القادمة بالتنسيق وبزيارة مع مديرية الآثار كركوك، ونحن في البيت الثقافي عندنا برنامج خاص لزيارة هذا المتحف من قبل بالتعاون مع أحد المؤسسات الراعية للمدارس والأطفال الأحياء الفقيرة. المشاركون في مراسيم الافتتاح عبروا عن أملهم بأن يتم تخصيص ميزانية كاملة للاهتمام بالمواقع التاريخية والأثرية في كركوك، التي تحتاج إلى رعاية واهتمام للإبقاء على روحها الحضاري وجمالها التراثي. مع الأسف الشديد أقولها، يعني مبالغ لحد الآن غير موجودة لآثار مدينة كركوك، سواء كانت أعمال التنقيبات أو أعمال الصيانة في المواقع التراثية. نحن الآن في قشلة كركوك، جزء من قشلة كركوك انهدم قبل ما يقارب 7 سنوات بسبب الإهمال وترك هذه القشلة بدون صيانة دورية. يعني المواقع التراثية تحتاج إلى صيانة دورية مستمرة، تخصيص مبلغ دوري ثابت في كل عام لصيانة هذا المبنى الأثري. طبعا هذا شيء يفرح احنا من نشوف هاي المشاهد اللي المتمثلة بعاداتنا وتقاليدنا. هذه التقاليد وهاي العادات والتقاليد أغلب شيء هي انقرضت الآن، والجيل الجديد هم بحاجة إلى الاطلاع عليها ولمعرفة ما كان آبائنا وأجدادنا يمارسون من حياتهم اليومية في المجتمع. الحفاظ على هوية المهن الشعبية والتراثية أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمدن التاريخية والأثرية، ومنها كركوك لما تمتاز به من عمق تاريخي قديم، وهذا العمل يعد جانبا مهما لتوثيق الحياة والمهن والفنون الشعبية في كركوك ومنع اندثارها. آزاد شكور، فضائية كركوك.